فيلم كورنتين 2 تيرمينال. عالم إرهابي بيجيب معاه وهو مسافر على الطيارة فئران معمول عليها اختبارات خطرة جدا. بيبدأ فيلمنا مع مضيفتين طيران من أمريكا، بولا وجيني، وهم في تاكسي وفي طريقهم للمطار عشان عندهم رحلة. وبتعرف بولا جيني إنها متحمسة للرحلة دي جدا لأنها هتروح حفلة بعد ما يوصلوا للبلد اللي رايحينها. وبعد ما بيوصلوا المطار بيطلعوا للطيارة، بيفحصوا سجل الركاب مع كابتن فورست ومساعده ويلي. وبيكون عدد الركاب قليل جدا بسبب إن الطقس مش أحسن حاجة الليلة. وبنلاحظ إن ويلي تعبان ومش في أحسن حالاته بسبب إن عنده إنفلونزا وبياخد أدوية عشان يحسن حالته. وبعدها بتنزل جيني من الطيارة وبتستقبل ولد في سن المراهقة اسمه جورج. وبيكون جورج طريقته مش حلوة لأنه زعلان إن أبوه هيخليه يسافر لوحده. وشوية وبيبدأ الركاب يركبوا الطيارة، وأولهم الدكتور كين، وده دكتور عنده مرض الشلل ومش بيتكلم، ومراته اللي بتراعيه السيدة بيف. وبيجي راكب تاني الطيارة اسمه رالف، وعالم اسمه هنري، وبيكون جاب معاه قفص فيه فئران الهامستر. وبيعرف هنري المضيفة جيني إنهم مش مؤذيين ومسموح بيهم عادي. فحاولت جيني إنها تساعده ويشوفوا القفص الهامستر مكان أوسع في رفوف الطيارة، ولكن ملاقيوش. فبيتدخل رالف في الكلام وخد الصندوق من هنري عشان يحطه له في رف أوسع. ولكن واحد من الفئران دي بيعض رالف، وبيحس رالف بالعضة ومش بيهتم. وخدت جيني الصندوق من رالف وقالت لهم إنها هتنزله مع الشنط عشان مش هينفع هنا. وهنري بيكون بيعاكس في جيني، وواضح إن الاتنين معجبين ببعض. وبتروح جيني عند بولا، وبرضه بولا بتكون عينيها من هنري. وبيبلغهم فورست إنهم هيطيروا حاليا، والكل بيقعد وبيلبس الأحزمة وبتبدأ الطيارة تطير. ولما بيستقروا في الجو بتقوم جيني عشان تاخد الموبايل من راكب اسمه نيال لأنه مش مسموح، ولكن بيتعصب نيال ومش بيرضى يديها الموبايل وبيزعق لها. فبيتدخل هنري وبياخد منه الموبايل بالعافية، والاتنين بيتخانقوا مع بعض. فبتهديهم جيني وبتخلي هنري يرجع له الموبايل، وبتبلغهم انهم لو فضلوا يعملوا مشاكل بعد ما ينزلوا هيتقبض عليهم. وبعد كده بيروح هنري يقعد على الكرسي بتاعه وبيتفرج في اللاب على الاخبار، وبيشوف اخبار ان المخابرات الامريكيه قدرت انها توصل لشقه فيها مختبر ارهابي بيتم عمل فيه تجارب بشعه على البشر والحيوانات للتغيير في جيناتهم. وفي الاوقات دي بتكون جيني وبولا بيتكلموا مع بعض، وبتلاحظ جيني الراكب رالف انه تعبان جدا. فبتروح جيني عشان تطمن عليه وتشوف حالته، ولكن لما بتوصل عنده مش بيكون كويس نهائي، وده بسبب العضة اللي ما قالش عليها لحد. فبيطلب منها بس تجيب له حاجة يشربها لأنه دايخ. فبترجع جيني لصاحبتها بولا وبتعرفها بحالة رالف، وبتقول لها إنه عايز مشروب. فبتقول لها بولا إنها هتهتم بالموضوع وهتروح له تديله المشروب بتاعه. وبتستنى جيني شوية وهي بص على رالف وبتلاقيه إنه قاعد بشكل غريب، وبتقرر إنها تروح وتشوفه. وبتهزه جيني وبتسأله لو تمام، وفجأة بيلف رالف وهو بقه كله ريالة وبيستفرغ على جيني، وبيطلب منهم يوقفوا الطيارة وينزلوا حالا. وبتجيب بولا وجيني أغراض الإسعاف عشان يعالجوه. وبنشوف في أرضية الطيارة قطة واحدة من الركاب بتاكل الترجيع بتاع رالف ومحدش بيلاحظها. وبتسيب جيني رالف البولا تساعده، وبتجري تنظف هدومها وجسمها من الترجيع. ولكن رالف مش بيستحمل وبيقوم يجري عند باب الطيار، وبيفضل يخبط بشكل هستيري عليه عشان يكسر الباب. وبيقول له ينزلهم بالطيارة لأنه هيموت، ومش بيرضى ويلي يفتح الباب وبيقفله بشكل كويس عليه هو وفورست. وبيقوم أغلبية الركاب يضربوا رالف عشان يوقفوه، وحتى كمان جورج حاول المساعدة، ولكن رالف دربهم كلهم، والكل بيتعاونوا وبيقدروا إنهم يسيطروا على رالف وبيفقدوا الوعي وبيكتفوه. وبعد اللي حصل ده بنشوف واحدة من الركاب اسمها شيلا، ودي ممرضة عسكرية، وبتفحص شيلا الركاب اللي كانوا بيضربوا رالف من الإصابات. ولكن فورست الطيار عرفهم إنهم هينزلوا حالا في المطار اللي تحتهم ومش هيكملوا الرحلة لأن الطقس بقى سيء أكتر من الأول. وبتبدأ المضيفات تنبه الجميع يربطوا الأحزمة، وبيبدأ فورست ينزل بالطيارة، وبتتهز الطيارة بشكل قوي جدا بسبب قوة الهواء اللي في الجو. وبتفضل جيني تنبه الركاب إنهم ينزلوا راسهم في اتجاه الأرض. والمشكلة إن رالف بيكون مغمى عليه على الأرض وقدامه باب الطيارة، وبتفضل راسه تخبط في الباب. فبتشيله جيني وبولا وبيحطوه على كرسي، وبتحاول بولا تربط له الحزام. وفجأة بيقوم رالف وعينيه لونها أحمر، وبيعض بولا من وشها بشكل عنيف وبيخليها تنزل دم كتير. وبيقوم رالف وهو بيطلع صوت مخيف جدا وبيكون عايز يعض حد تاني فيهم، ولكن الركاب بيقدروا انهم يسيطروا تاني عليه وبيحبسوه في الحمام. وبينزل فورست بالطياره وبتجيب جيني لشيلا شنطه الاسعافات، وبتبدا شيلا تحاول انها توقف النزيف بتاع بولا لانها بتنزل دم بكميه كبيره جدا. وبتقول شيلا لجيني انهم لازم ياخدوها للمستشفى حالا لانها نزفت كتير جدا والبوابه مش بترضى تفتح، والمسؤولين بيطلبوا من فورست يستنى عشان يخرجوهم من الطياره. وبيتضايق فورست منهم جدا بسبب انه بلغهم ان في حالات خطره في الطياره. فبيقرر فورست انه يخالف القوانين، وبيروح بسرعه بالطياره عند البوابه بتاعه خروج الركاب. وبيشوف واحد اسمه إد شغال في المطار، فبيفتح لهم إد البوابة. وبيبقى في الوقت ده فورست وويلي واقفين على باب الحمام بيحاولوا يمنعوا رالف يخرج، وعلى طول بينزل كل الركاب ما عدا الدكتور كين وبيف مراته. وبيجروا الركاب ناحية باب المخرج اللي هيطلعوا منه على بوابة المطار،
ولكن بيكتشفوا إن المسؤولين قفلوا عليهم الباب ده كمان ومنعوهم من الخروج. فبيحاول إيد يكلمهم من اللاسلكي وبيقول لهم يفتحوا الباب من اللاسلكي، ولكن محدش بيجاوبه. فبياخدهم إيد وبيعرفهم إنه هيخرجهم من المخرج بتاع العمال، وبيمشوا مع إيد لحد ما كلهم بيوصلوا لحد البوابة اللي المفروض يطلعوا منها. ولكن اكتشفوا إن دي كمان المسؤولين قفلوها عليهم، ومش بيكونوا عارفين سبب اللي بيحصل ده. وبيحاول إيدي يشوف مولد الكهرباء اللي بيفتح الباب تلقائي، وبرضه بيتأكد إن المسؤولين قافلين عليهم، لأن الرحلة دي كلها فيها حاجة خطرة ومش بيحصل ده أبدا. وبنشوف الكاميرات اللي في المكان وهي بتراقبهم، وبيبلغهم إيد إنهم حاليا بيتراقبوا. وفجأة بيسمعوا صوت عربيات الشرطة والإسعاف جت في المكان، وبيفرحوا جدا وبيفكروا إنهم هيطلعوا بره الطيارة. ولكن بيبصوا من فتحة صغيرة على عربيات الشرطة من بره، بيلاقوا الشرطة كلها واقفة ومصوبة عليهم بالأسلحة. وفجأة بيسمعوا صوت واحد من الشرطة بيعرفهم إنهم حاليا تحت الحجر الصحي، ولازم يستنوا لحد ما يبعتوا لهم ناس تساعدهم. فكل الركاب بيتصدموا وبيحاولوا إنهم يتصلوا على أهاليهم ومش بيلاقوا شبكة. فالكل بيزعق في جيني وبيسألوها هيعملوا إيه ومين المسؤول عنهم حاليا، وإنها لوحدها مش قادرة تعمل لهم حاجة ولازم يكون في قائد من دلوقتي ليهم. فمش بتعرف جيني ترد، فبتهديهم شيلة وقالت لجيني إنها معاها أدوات للإسعافات في الشنطة بتاعتها، والشنطة بتاعتها في الطيارة مع باقي الشنط. فبتقرر جيني إنها تروح وتجيبها، وبتاخد معاها إيد وهنري واتنين تاني من الركاب. ولكن المشكلة إن في الوقت ده المسؤولين بتوع المطار قطعوا عليهم كمان الكهرباء. فبيشغل إيد الكشاف اللي معاه وبياخدهم الطيارة، ومش بيلاقوا لا ويلي ولا فورست موجودين. فبيفهموا إنهم خرجوا من المطار، وبتفتح جيني الباب بتاع الحمام، واتفاجئت هي واللي معاها إن الحمام كله دم، وبيترعبوا من اللي حصل ده. وبيروح واحد من اللي مع جيني يجيب اللابتوب بتاعه، وفجأة بيظهر له الدكتور كين وبيخضهم كلهم، ومش بيلاقوا السيدة بيف موجودة. وبيفهموا إنها مشيت مع فورست وويلي. وبعد كده بيفتح إيد فتحة في الأرض وبياخدهم عند جميع شنط الركاب، وبياخد نيال اللي جيني جايباه معاها من الشنطة بتاعته مسدس. وبتقدر جيني تجيب الشنطة بتاعت شيلا. وفجأة بيتفزع إيد لأن في فار عدى من تحت رجله، ولكن بيهدوه بيعرفوا نيال إنه أكيد هامستر، وبيتأكدوا من كده لأنهم لقيوا القفص بتاع الهامستر مفتوح. ولما بتيجي جيني طالعة من الفتحة اللي دخلت منها بتلاحظ تليفون واحد من اللي كانوا معاها واقع على الأرض وعليه دم. وفجأة بيظهر قدامها ويلي من عند باب الطيارة، وهو ماشي زي الفئران اللي على الأرض وبيعمل صوت زيهم، وبيطلع يجري بره الطيارة. وفجأة بتحس جيني بحاجة وراها، وبتبص وهي خايفة بتلاقيه فورست وعينيه حمرا، وبيكون عايز يعضها وبيسحبها فورست من الفتحة لفوق عشان يعضها. ولكن بتطلع باقي المجموعة على طول عشان يلحقوها، وبيضرب ايد فورست ونيال بيضربوا بالمسدس اللي معاه بالنار، وبيخلص على فورست. وعلى طول بيهربوا كلهم من الطيارة. وفي طريقهم للرجوع لباقي الركاب لقيوا الدكتور كين واقع من على الكرسي المتحرك بتاعه على الأرض، واتفاجئوا براجل اللي كان بيجيب اللاب بتاعه ميت جنب الدكتور على الأرض. فبياخدوا كين معاهم عشان يودوه عند باقي المجموعة. وفجأة قبل ما يمشوا بيلاقوا بيف قدامهم وبتطلب مساعدتهم. وفجأة بيف شكلها اتحول وكانت عايزة تهجم عليهم، فهربوا بسرعة عند الباب وقفلوا الباب على بيف، وعلى طول طلعوا يجروا على مكان الركاب. وبتدي جين لشيلا الشنطة، وبتحاول شيلا انها تعالج بولا، وبتوقف النزيف لأطول فترة ممكنة. واما هنري وإد بيحطوا الحاجات اللي في المكان قدام الباب منعا ان بيف تدخل او اي حد مصاب زيها. ولقيت جيني اثار للدم على الارض، فمشيت ورا الدم لحد ما بتوصل لنهايته ومش بتعرف مصدره ايه. فبترجع جيني لباقي الركاب وعرفتهم انها تبقى القائدة عليهم، وده برضاهم او غصب عنهم، لانهم في الاول ما كانوش حابين انها تكون القائدة عليهم بسبب صغر سنها. ولكن اتدخلت شيلا وعرفتهم ان لازم جيني تكون المسؤولة عليهم، واقنعتهم بكده. وعرفتهم كمان شيلا ان المرض اللي كان عند رالف وبيف والطيارين ده فيروس، ولحد دلوقتي الحكومة ما اعلنتش عنه. وفكرتهم جيني بالمبنى اللي الحكومة عزلته في لوس أنجلوس، وإن ممكن يكون الفيروس ده جاي منه. وفي الوقت ده والكل بيتنافس في موضوع الفيروس، بنشوف الدكتور كين اللي بيلاحظ من فوقه إن في فار عينيه حمرا فاضل له حاجات بسيطة وينط عليه. فبيحاول كين إنه يصرخ أو يستغيث، بس بسبب مرضه لا بيقدر يتكلم ولا يتحرك. وفجأة الفار بينط على راسه، وفي اللحظة دي جورج بيشوف الفار وبيقول للكل، وبيجري جورج بسرعة عند الدكتور. ولكن للأسف الفار بيلحق إنه يعض الدكتور كين، وبيقدروا إنهم يمسكوا الفار وبيحبسوه في جردل. وبعد اللي حصل ده بتعالج شيلا جرح كين، وقرروا كلهم إنهم يحبسوا بولا وكين في قفص مقفول خوفا من إنهم يتحولوا ويخلصوا عليهم. وفعلا بينقلوهم للقفص وقفلوا عليهم سياج من الحديد. وبيرجع عيد للفار وبيمسكه، وبيشوف على رجله علامة فئران التجارب بتوع المختبرات، وبيفهم إنه فار تجارب. والكل بيتساءل إزاي الفار جه على الطيارة. فبيتكلم جورج وبيقول إنهم يخصوا هنري، وإنه كان مفهمهم إنهم مجرد هامستر. فقال لهم هنري إنه بيكذب وإنه ما جابش معاه أي فران ولا هامستر حتى. فبتاخد جيني هنري عشان تتكلم معاه على انفراد، وبتسأل جيني لو الكلام ده حقيقي. ولكن هنري بينفي كل الكلام ده وبيعرفها إنه ما جابش أي حاجة، وبيضحك عليها هنري بكلمتين وبياخدها في حضنه عشان يكسب ثقتها أكتر. وفجأة بيظهر رالف في المكان
وبينط على جيني وبيحاول إنه يعضها وبتصرخ جيني، فبيسمع الركاب صوت جيني وبيروحوا ينقذوها، وبيقدر هنري وإد يخنقوا رالف بحبل وبيخلصوا عليه. وفجأة بيتكلم واحد مع إد على اللاسلكي وبيعرفوا إن المساعدات وصلت، فالكل بيجري على الباب وبيدخل عليهم 4 ضباط وبيبقوا مفكرين إنهم هيخرجوهم، ولكن الضباط بتعرفهم إن محدش هيخرج غير لما يعملوا شوية إجراءات ويدوهم المصل عشان يتأكدوا إنهم ما تعضوش. وبياخد الضباط المسدس اللي في إيد نيال وبيروحوا يحقنوا الدكتور كينو وبولا بالمصل، وبيسألوهم المجموعة على اللي بيحصل معاهم ده معناه إيه، وإنهم يفهموهم المصل بتاع إيه عشان مش هياخدوا أي مصل غير لما يكونوا عارفين بيعمل إيه بالظبط. فالضباط بيعرفوهم إن ده إجراء لازم يتاخد وياخدوا المصل لو عايزين يخرجوا من هنا، واللي عايز يخرج حالا لازم ياخد المصل. فبتتقدم أول واحدة فيهم واللي بتكون لويزا صاحبة القطة، وبتقعد على الكرسي عشان تاخد المصل. وقبل ما تتحقن بالمصل فجأة القطة بتاعتها بتعضها وبتجري، فبيضرب واحد من الضباط نار على القطة، وفجأة بنشوف الدكتور كين بيقوم من على الكرسي وبيعض الضابط اللي بيضرب نار في رقبته. فباقي الضباط بيخلصوا على كين وخدوا الضابط اللي اتعض عشان يخرجوا بسرعة، ولكن لقيوا ان الباب اتقفل فضربوا نار لحد ما قدروا يفتحوه وبيطلعوا منه، وبيخرج واحد من الركاب معاهم. وفجأة الشرطة اللي قدام الباب خلصت على الكل ما عدا ضابط بس خد طلقة في رجله والمجموعة سحبته جوه، وبيتقفل عليهم الباب تاني. وفجأة بيسمعوا صوت المتحولين جايين عليهم، فبيطلعوا كلهم يجروا بسرعة وبيدخلوا جوه حاوية. وأما سوزان مرات نيال بتشوف إن جوزها مصاب ومش بترضى تدخل وتسيبه فبيسحبوها، ولكن فجأة نيال بيسحب سوزان منهم وبيعضها وبتبدأ تتحول، فبيقفلوا عليهم الباب وبتبدأ شيلة تعرفهم إن ممكن اللي أخدوه ده مش مصل، وإن أصلا كل حقنة كانت باسم ولون مختلفين عن بعض. فبيطلع هنري مسدس من معاه وسأل الضابط اللي معاهم عن الحقنة، فبيعرفهم الضابط إنه مش ضابط أصلا وإنه من مركز السيطرة على الأوبئة، وإنهم لقيوا حاجات تخص الإرهاب عن الفيروس ده وإنهم اللي عملوه، وإنهم بس يتأكدوا إن الفئران الفيروس غير جيناتهم ونجح فيهم، بعدها بقى هينقلوه بجسم البشر. وفجأة بياخد الضابط ده المسدس من إيد هنري وبيخلص على نفسه. وفي الوقت ده افتكر إد إن في ممر لصرف المية اللي بتنزل من المطر، وبيعرفهم إنهم لو وصلوا له هيقدروا يهربوا. وفجأة بيظهر ويلي المتحول من فوق الحاوية وبيسحب إيده وبيحاول يعضه، وبيضرب هنري نار بالمسدس بتاعه لكن الطلق بيكون خلص. فبيقول إيد لجورج إنه يدوس على الزرار اللي بيرفع الحاوية، وفعلا بيعمل جورج كده وبيقدروا يخلصوا على ويلي، وبياخدهم إيد عشان يروحوا لعند الممر. وبتلاحظ جيني إن هنري مش موجود، وفجأة واحدة منهم بتتسحب من متحول في الأرض، فبتكمل المجموعة بسرعة في طريقها وبيوصل لهم هنري ومعاه طلق المسدس. وفجأة وهم بيجروا في الطريق بتمسك بولا جيني من رجلها، وبتلاقيها جيني إن بولا اتحولت هي كمان، وبتطلع بولا عشان تعض صاحبتها، ولكن جيني عرفت إن خلاص دي ما بقتش صاحبتها، وبتمسك مفك كبير وبتضربها وبترميها من مكان عالي وبتخلص عليها. وبعد كده بياخدهم إيد عند مكتب في المكان بيدوروا فيه عن مخططات يعرفوا منها فين مكان الممر، وبيقدروا إنهم يعرفوا مكان الممر، ولكن بيعرفهم جورج إنه سرق شنطة هنري وبيوري جيني الحاجات اللي فيها، وبيلاقوا جوه الشنطة أوراق ومستندات لتجارب علمية ومعاها صندوق أسود صغير. وفجأة بيلاقوا فوقهم سوزان ونيال وصلوا عندهم، وقبل ما يهجموا عليهم فجأة بيظهر هنري وبيخلص على الزوجين. وبعد ما بينزلهم هنري بيلاحظ إيد إنه معضود وهيتحول، وبيفتح جورج الصندوق الأسود ولقى جواه مصل ومجموعة من الحقن تانية، فاعترف لهم هنري بالحقيقة كلها وإنه من الإرهاب، وهدفهم الحقيقي هو إنهم ينظفوا الأرض من البشر اللي عليها، لأن بتفكيره غسيل العقل اللي في دماغه إن البشر هم السبب الحقيقي في تدمير كل شيء في الطبيعة. وبيرفع هنري عليهم السلاح وبيقول لجورج يجيب المصل، ولكن إيد حاول إنه ينط على هنري ويموته، ولكن هنري ضربه برصاصة خلصت عليه والكل اترعب، واداله جورج المصل وبيحط هنري على المصل دم من دمه الملوث بالفيروس وبيحقنه في عينه، وبيسألوه ازاي دخل الحاجات دي كلها للطيارة، وعرفهم هنري إن المنظمة بتاعتهم ليها نفوذ عالية وسمحوا له يعدي. وخلص هنري الحقنة وقام ياخد معاه جورج رهينة عشان يقدر يعدي من الشرطة ويهرب، وحاولت جيني تلحق الولد الصغير ولكن هنري ضربها وجري بجورج. فجيني وشيلا بيخرجوا من المكتب ده وبيطلعوا على سلم، وبتطلع شيلا الأول عشان جيني حست بدوخة، ولما بتطلع جيني مش بتلاقي شيلا ولكن لقيت واحد من المتحولين وبيطلع يجري عليها، فبتجري جيني وبتهرب لعند آلة وبتخليه يدخل راسه فيها، فبتضرب فتحة باب الآلة دي على راسه لحد ما بتخلص عليه، فبتكمل مهمتها انها تنقذ جورج وبتدخل طريق ما تعرفوش. وفجأة بتلاقي واحد من المتحولين قدامها، وفجأة بتحس جيني بحد وراها وبيطلع إنها شيلا، وشيلا بيكون معاها نضارة حرارية عشان تشوف بيها في الضلمة، وبتوري شيلا جيني إنها اتعضت وإنها لازم هي اللي تكمل وتدور على جورج، وأما هي هتشغل المتحولين لحد ما هي تقدر توصل لجورج، وبتشاور لها على فتحة في الحيطة وبتعرفها إن هنري وجورج عدوا منها. وبتخرج شيلا من المخبأ وبتقف وبتصرخ بأعلى صوت عشان المتحولين يسمعوها، وبيتجمع عليها كل المصابين بالفيروس وبياكلوا فيها، وبتجري بسرعة جيني ناحية الفتحة بتاعة الجدار وبتدخل بنص جسمها فيها، وقبل ما تدخل جسمها كله بيجي لها لويزا صاحبة القطة وبتحاول تعضها، ولكن بتضربها جيني باستخدام مفتاح كبير
وبتدخل جيني داخل الفتحة وبتعدي للطريق التاني، وبتبص جيني تحت رجلها في الأرض وبتلاقي دم، وبتفضل ماشية ورا آثار الدم دي، وبتتخض جيني لما بتشوف تحتها مجموعة من الفئران، ولكن بتطلع إنها فئران عادية. وبتكمل جيني ورا الدم وبتوصل لآخره وبتلاقي أغراض هنري، وبتلاقي سلم بينزلها للممرات، وبتيجي تنزل فيه بتلاقي تحتها جورج، وبيعرفها جورج إن المصل بتاع هنري منجحش وهنري اتحول، وبيطلب منها ما تكملش نزول وتطلع، ولكن مش بتهتم جيني وبتنزل عند جورج. وفجأة بتلاقي دم بينزل على النضارة، ومرة واحدة ظهر هنري ووقع نضارتها وفضل يضرب فيها، وبتحاول جيني إنها تضربه وتدافع عن نفسها، وبيلبس جورج النضارة وبيلاقي المسدس بتاع هنري وبياخده وبيضرب هنري بيه، وبيبعد هنري عن جيني وهو بيتألم، فبتقوم جيني وبتضربه بالمفتاح الكبير على راسه وبتخلص عليه، وبيتصدموا لأن المكان كله بدأ يتحرق، وبيفهموا إن الحكومة بتحرق المكان باللي فيه. ولقيت جين المخرج اللي هيهربوا منه، ولبست جورج النضارة وقالت له يمشي هو في الأول وهي من وراه، وبيفضلوا يسمعوا أصوات انفجارات في المكان وبيتحركوا أسرع، وبنلاحظ آثار التعب على جيني، وبيطلع إنها اتعضت وهتتحول، وبيبص عليها جورج وبتطلب منه يمشي ويسيبها، ولكنه رفض وعرفها إنه مش هيسيبها، فبتقرر جيني إنها تفضل ماشية وراه لحد ما يوصلوا لبوابة الخروج، وكان عليها حديد قافلها، ولكن جسم جورج كان سامح له إنه يعدي من الحديد. وبيطلع جورج للشارع وبيرجع ينادي على جيني، فجأة بتسحبه جيني ولكنه بيكون أذكى منها وبيلف بظهره، وبتعض جيني الجاكيت بتاعه ومش بتقدر إنها تعدي من الحديد بسبب جسمها. جورج بيخلع الجاكيت بتاعه وبيقع على الأرض وبيبص عليها وبيشوفها بعد ما اتحولت وعينيها بقت حمرا بشكل مرعب، وبعد كده بيمشي جورج من المطار وبيكون هو الناجي الوحيد من الحادثة دي. وفي الآخر بنشوف القطة بتاعت لويزا هي كمان قدرت تهرب من المطار وفي طريقها لشوارع المدينة، ويا ترى هتعمل إيه في المدينة؟ وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. شكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي.